كنا ولله الحمد في الحلقات الماضيات قد أنهينا شرح باب المد، وبينا المدود التي في كتاب الله عز وجل كلها مدا مدا ومقدارا مقدارا وتعريفا تعريفا، وبينا أيضا الأخطاء التي يقع فيها بعض من يقرأ القرآن من حيث الزيادة أو النقصان. ووصل بنا الحديث إلى أمر يتعلق بالمدود في كتاب الله عز وجل، ولكنه بحث متخصص لمن أراد أن يكون متخصصا في تلاوة القرآن أو يكون أستاذا أو مجازا في كتاب الله عز وجل. فليسامحني الذين يتعلمون من هذا البرنامج من عامة المسلمين، لأن درسنا اليوم سيكون متخصصا قليلا، فأرجوهم المعذرة. وأما إخواننا الحفاظ وأشباه الحفاظ والمجازين فليعيروني سمعهم ولينتبهوا إلى ما سأقول، فإن بحثنا اليوم عن بحث دقيق جدا يتعلق بالمدود في كتاب الله عز وجل، وهو بحث قاعدة أقوى السببين. أقوى السببين، وأقوى السببين خلاصة هذا الأمر أنه كنا قد تكلمنا أن المدود في القرآن 9، وأحيانا حرف المد الواحد ينطبق عليه أكثر من تعريف. يكون عندي حرف مد فينطبق عليه تعريف مد من المدود وتعريف مد آخر. مثلا نأتي بمثال، دائما المثال يوضح القاعدة. لما نقول السماء وأقف عليها، وأنزل من السماء، إن نظرنا إلى كلمة السماء لما وقفت عليها على أن هذه الألف السماء، هذه الألف على أن بعدها همزة، فهذا مد متصل، والمتصل يمد 4 أو 5 حركات برواية حفص عن عاصم كما تقدم معنا. وإن نظرنا إلى أن حرف المد هذا السماء جاء بعده حرف ساكن وهو الهمزة، فإن هذا مد عارض للسكون، والعارض للسكون يمد 2 أو 4 أو 6 كما تقدم معنا. فماذا أفعل أنا إن وقفت على من السماء أو ما ماثلها من كلمات؟ هل أعتبره مدا متصلا فأقف عليه 4 أو 5 حركات كما كنت أقرأ في الوصل، أم أعتبره مدا عارضا للسكون؟ هذه الألف تنازعها مدان، انطبق عليها تعريفان. هذا هو بحثنا اليوم. بحاجة إلى شيء من التركيز فسامحونا، سأبسط الأمر ما استطعت إلى ذلك سبيلا.